الكبدة ما بتتغسلش. بين مؤيدين ومعارضين على غسيل الكبدة، بحب أكد ان فعلا الكبدة مش بتتغسل، لكن ممكن نعمل حاجات تانية نضمن انها تكون نظيفة وما فيهاش ريحة زفارة. ورغم ان انا اسكندرانية، لكن برضو الكبدة مش كل حاجة كبدة اسكندراني. اول حاجة تعالوا اوريكم هنعمل ايه. بجيب نص كيلو من الكبدة الشرايح، وببدأ ان انا اضيف عليها كوباية من اللبن لغاية اما يغطيها، وبسيبها كده حوالي ربع ساعة لغاية نص ساعة. الكبدة عبارة عن دم، لو غسلتها حتى تحت المية الجارية نص ساعة هتفضل تجيب طبعا دم، غير اللي انا بفقد طبعا الفيتامينات اللي فيها. لكن اللبن الحاجة الوحيدة اللي بتوقف الدم بتاع الكبدة، وعشان كمان تطري لي الكبدة وبتشد اي زفارة. اللبن الحاجة الوحيدة اللي بتشد الزفارة من الكبدة. بعد نص ساعة او ربع ساعة ببدأ ان انا اصفيها، وببدأ في التتبيلة. عندي معلقة من الثوم المفروم، وكمان كمون وكزبرة وشطة وفلفل اسود. وطبعا ما ننساش عصير الليمون، بس مش بكمية، يعني مثلا عن نص كيلو عصرة ليمون كفاية واحدة. وبعد كده بضيف البابريكا، وبعد كده بضيف الملح بتاعي، وهبدأ ان انا اخلط الخليط بتاعي كده كويس. انا عايزاه يبقى زي ما انتوا شايفين كمية صغيرة، مش عايزة اتبل الكبدة يعني اكل توابل بس. بعد ما صفيت الكبدة كويس جدا، هبدأ ان انا اتبل كده الكبدة بالتوابل. الكبدة ما بتقعدش وقت طويل في التتبيلة، يعني يا دوبك هي مثلا 10 دقايق ربع ساعة، ده يبقى تمام جدا، مش اكتر من كده. هبدأ اول جزء هعمله بالردة. هنا عندي الردة اللي هي بتاعت السمك الشوي، ببدأ اللي انا اضيف عليها ملح، وكمان ببدأ اللي انا اضيف عليها بابريكا عشان تديني لون الكفر كده من بره، يبقى حلو كده ذهبي شوية. وبقلبهم. هنا انا هعمل نص الكمية بس بالردة. وهبدأ كده اللي انا اجيب الكبدة بتاعتي، كنت متبلاها 10 دقايق بس. وبعد كده هبدأ اللي انا اضيفها على طول على الردة، وبضغط عليها وبعدين بنفضها من اي ردة. الكبدة عشان اكلها تبقى مظبوطة، وكمان عشان احتفظ بالفيتامينات بتاعتها، لازم ناخد بالنا ان الكبدة ما تتحطش في التلاجة ولا الفريزر. الحاجة الوحيدة اللي انا بجيبها من عند الجزار بستعملها على طول هي الكبدة، عشان تبقى مفيدة معانا. وبعد كده بجيب الزيت، وهبدأ ان انا احمر الكبدة ما بتاخدش وقت خالص على النار، يعني لمجرد دقيقة على الجهة دي ودقيقة كمان على الجهة التانية، عشان تبقى معانا طرية وما تبقاش مجلدة. الكبدة من الحاجات اللي فعلا حتى لما بنقول كده نبيتها تاني يوم، ما ينفعش نسخنها وبتبقى مجلدة. ناخد بالنا على كل جهة دقيقة واحدة بس، مش اكتر. وخلاص كده اول طريقة معايا. تاني طريقة وانا بحبها جدا الطريقة دي، بجيب معلقة من الزبدة، وببدأ كده اللي انا اسيح الزبدة. وبعد كده ببدأ اللي انا انزل بالكبدة بتاعتي، برضو ما بتاخدش دقايق، يعني دقيقة كده برضو على الجهة دي ودقيقة على الجهة دي، بتلاقوها استوت وحلوة جدا. ناخد بالنا وقت التسوية في الكبدة تبقى مظبوطة عشان تدينا افضل نتيجة. الكبدة ليها قواعد ثابتة. الكبدة ما بتتغسلش، لكن ممكن تتنقع في اللبن. الكبدة ما بتتبلش اكتر من 10 دقايق ربع ساعة. الكبدة ما بتقدر يعني ملهاش عمر اللي هي تتحمر كذا مرة، هي مرة واحدة عشان تبقى مفيدة. الكبدة ما تتحطش في الفريزر خالص. كل الحاجات دي لو عملناها، الكبدة بجد هتفيدنا جدا جدا وهتفيد جسمنا. واكيد ما ننساش ان الكبدة رقم واحد في علاج الانيميا، وكمان الذكاء والتركيز عند الاطفال. الكبدة مفيدة جدا، لكن لو عملناها صح. وطبعا عند التقديم ما ننساش عصرة الليمون. وهنا خلصت. يا رب الحلقة تكون عجبتكم وافادتكم. اشوفكم على خير. باي باي.